السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت وجبت لكم معايا بخور ساهل وبسيط. واش كتحس بالطاقة ديال دارك تقاد، كتحس بالعيا بلا سبب، كتشكي بالعين والحسد، عندك الحل اليوم بسيط بزاف اللي هو بخور باللميعة والحرمل. اللميعة والحرمل من اقدم المكونات الطبيعية اللي كانوا كيستعملوا جدودنا باش يحميوا رواحهم وديورهم من العين والحسد، ومعروفه بزاف حتى عند الطفل. ملي كنبغيو نخرجوه كنديروا ليه شويه تاع اللميعه في الانف، كنديروها ليه تحت الهات باش ما يشمش شي حاجه من برا. اللميعه كتساعد على طرد الطاقه السلبيه وتنقيه المكان. والحرمل معروف من زمان بقدرته القويه في ابطال العين والحسد، لذلك كيبقى بخور ديالهم مع بعض هو افضل لحمايه الدار والراحه النفسيه. طريقه سهله وبسيطه. اول حاجه كناخذوا شويه ديال الحرمل ونضيفوا معاه شويه ديال الميعه، كنشعلوا فخره بحال هكا اللي كتكون بسيطه، كنخليوها حتى تتزاد شوي، كنديروا في مخاره وكنخلي الدخان كيتصاعد بشويه بشويه، وتديري جوله بالبخور ديالك في دار كامله، خصوصا في الاركان. وفي نفس الوقت قولي هذا الدعاء بسيط: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. جربي هذا البخور ولو مره في الاسبوع، ولو مره واحده في الاسبوع، وغادي تشوفي الفرق وراحه البال. وما تنساوش تشاركوا معنا هذا الفيديو باش توصل الفائده لجميع الناس. وشكرا. الحلقه القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده